انت عارف انك ممكن تكون السبب في موت حد بتحبه او تدمير حياته من غير ما تقصد؟ تعال اقول لك ازاي. اوعى لو حد جالك ضعيف تلومه عشان اختياراته خذلته وان كلامك طلع صح، لانه تقريبا كلنا بنعمل الحوار ده. خلي بالك الموضوع بيكون صعب جدا، وساعات من كتر قسوته الشخص اللي اتخذل بيخاف يقول انه اتخذل واختياره كان غلط عشان ما يحسش بالكسره، سواء كان اختيار لحد بيحبه او لمشروع كان نفسه يعمله بس خسر فيه كل فلوسه، او لاي حاجه اختارها غلط وللاسف ما كانتش زي ما هو فاكر، وعرف بعد كده لما ما سمعش الكلام. بلاش بقى وقتها تعمل عليه الخضرة الشريفة اللي ما بتغلطش وتثبت لنفسك انك كنت صح، لان اكيد عرف او عرفت انهم كانوا غلط في اختيارهم. حاول تواسي وتطبطب عشان تقوي، لان في معلومة مهمة جدا يمكن كل الناس ما تعرفهاش، بس اللوم في وقت الضعف أسوأ. وعلى فكرة دي معلومة من دكتور نفسي صديق ليا، فبلاش توجع حد بتحبه عشان جاي متعشم في سترك وحنيتك، لانك لو ما احتويتوش وسبته لوجعه لوحده اوعدك بعد ما يقدر ويعدي اللي هو فيه لوحده هتشوف او هتشوفي حد تاني ما تعرفوش. وصلت؟ سلام.